هي وحشتني جدا، وماسك نفسي بالعافيه علشان ما اكلمهاش. ممكن حد يعرفني فيكم ايه اللي بيحصل جوايا ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. لا 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 لا، اجمد كده ما توديناش في داهيه. مش قادر، الشعور ده مسيطر عليا بطريقه رهيبه. ما هو كله اصلا بسبب وش الخراب ده. ما انت يالا اول حاجه. انا اكبر ان انا اخش معاكم في نقاش شبه كده، بس انا بحبها ومش هحب غيرها، وده اللي عندي. يا ابني بطل محن، بص ولا بعمل ازاي بسببك. طب ممكن تهدوا شويه كده؟ انا عايز اعرف حاجه واحده بس، انا ليه عايز اكلمها؟ بص يا حبيبي، هي السقعه اللي عامله فيك كده. اغلب البشر بتجيلهم تقلبات نفسيه بسبب تقلبات الطقس، واللي انت فيه ده اكتئاب موسمي مؤقت، يعني كلها كام يوم وهترجع تبقى كويس تاني، وهتضحك على اللي انت بتعمله في نفسك دلوقتي. بس العضو ده بقى بدل ما يساعدك، لا، يساعدك ازاي؟ ده بيفكرك بمشاعر عدت عليك من فترات فجأة بدون سابق انذار. فبيضطر الموظفين اللي عندي يبعتوا له افكار تقاوم المشاعر اللي هو عمال بيضخها لك، علشان يبقى في اتزان في الشعور وفي التفكير وما تخشش في اضطراب نفسي. تصدق انا كنت هتنازل شويه وهطلع ايدي علشان اقدر اسقف لك، بس انت واطي ومنطقي زياده عن اللزوم وما تستاهلش اصلا، وانت مصطنع للكرامه زياده عن اللزوم لانك عندك نقص فيها. ده غير الانكار والهروب واللامبالاه اللي عندك يا عضو يا مهزأ. يلا يا معقد يا مكلكع يا مدمن التحليل والاستنتاجات، ما تتهدوا بقى انتوا الاتنين. على فكره انتوا من الاتنين موديني في داهيه، مفيش حد يجيب لي خراب غيركم انتوا الاتنين. بس انا ماليش غيركم عشان انتوا، انا بحكي لكم دلوقتي اتصرف ازاي. هو خلاص هو قال رايه، ابهرني انت بقى قول لي رايك. بسم الله الرحمن الرحيم. بغض النظر عن تقلبات الطقس اللي عدوي اللدود ذكرها من شويه، لكن هي سايبه جواك ذكريات شعوريه صادقه، اشياء لا تغادرك حتى وان غادرتما. انا بفكرك بالمشاعر دي علشان وقتها انت كنت حابب نفسك جدا، والذكاء العاطفي هنا انك ترجع لنفسك اللي انت كنت حاببها حتى لو البنت دي ما بقتش موجوده. شوف انا بعمل ايه علشانك، بس العتب مش عليك، العتب على الكتله الهلاميه العنيده دي اللي بتحاول تفكرك بالمشاعر السلبيه علشان ما تديش لنفسك الفرصه انك تعمل اهم حاجه الانسان ممكن يعملها، وهي انه يحس. مهما كان كلامك، انا من رايي ان قسوه مبنيه على المبدا احسن من شغف مبني على اوهام. ايوه، يعني انت قصدك ايه في الكلمه دي؟ فسرها زي ما انت عايز بقى. بص انا سكت لك كتير، بس من اللحظه دي انا هبعت لك مشاعر عاطفيه تهد نظامك بالكامل، وانا هبعت لك نبضات قهر وعصبيه تشلك وتبوظك خالص ان ما كنتش اخليك تضخ دم وتساكت، ما بقاش انا العقل. طب وانا مالي يا لمبي؟ انا ايه ذنبي في الحرب دي؟ انا مالي؟ انا جاي عايزكم تساعدوني، انا مالي؟ استنى انت دلوقتي، اللي عندك اعمله يا مكلكع يا معقد يا ناقص الشعور الانساني. انا هوريك يا عشوائي يا ناقص الجانب العقلاني. ولا انت انا هوريك مهزأ يا اسيا ولا يا انت ضعيف حاجه يالا كلمه معلش مشاعر يا يا ماما مهدد يالا تلك يالا العنيد عنيد عنيد يالا انت ضعيف يالا غشيم. ولا انت انا مهزأ هوريك يا اسيا ولا انت ضعيف متحجر يا يالا خالي ما من عندكش مشاعر يا كرامة معقد يالا. اسكتوا بس. ايه انتوا الاتنين؟ انا غلطان، انا خدت رايكم اساسا. بقول لك ايه، انا اللي جبت اخري، ما تفوق بقى، ما تنساش ان هي متجوزه معاها 3 عيال. تاخد فيلمينكو؟